بعد ما شفت وسمعت النجم الكبير العالمي تيري هنري حابب يطور ايه في الكوره، وسمعت الاربع نقط وفهمت الاربع نقط اللي هو بيتكلم فيهم وحابب يطورهم في الكوره، قلت الراجل ده في اسرع وقت لازم يكون على راس الكوره على مستوى العالم. يعني ايه يا ابو علي؟ يعني الراجل ده لازم في اسرع وقت يكون رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا. بدون مبالغه يا ابو علي، والله بدون مبالغه. اربع حاجات اقترحهم وهو راجل قيمه وقامه قاعد في الاعلام، من شأنهم يخلوا الكرة هجومية بشكل استثنائي. تكافؤ الفرص في الكورة هيبقى بنسبة 100%. التحكيم هيتطور بشكل استثنائي. تقول لي ايه ده يا ابو علي؟ ايه هم الاربع نقط؟ اقول لك هشرح لك وهقول لك ايه هم الاربع نقط، وهقول لك ليه انا منبهر بالاربع نقط دول. بس في الاول صلي على الحبيب قلبك يطيب عليه افضل الصلاة والسلام، وما تنساش المتابعة وتقول لي رايك في التعليقات والشير عشان فيديوهاتنا توصل لكل الناس. اول نقطه عايز يطورها تيري هنري في الكوره، ودي النقطه اللي ابهرتني انا على المستوى الشخصي. اللي احنا نعرفه في الكوره ان انت لو بتلعب مباراه دوري، لو كسبتها بتاخد 3 بونت، اتعادلت بتاخد بونت، خسرت ما بتاخدش ولا بونت. تيري هنري بيقول لك لو انا كسبت 3-0 اخد 4 بونت مش 3 بونت، الثلاث اهداف يزودوا لي بونت. كسبت 6-0 اخد 5 بونت، الست اهداف يزودوا لي 2 بونت. تخيل القدرات الهجوميه بتاعه الانديه هتبقى عامله ازاي. هتبقى نازل المباراة لو كسبت 1-0 او 2-0 هتطلع زعلان، لانك انت لو سجلت هدف كمان كنت هتاخد نقطة زيادة. هيبقى في غزارة تهديفية والكرة هتبقى هجومية بشكل استثنائي، وده اللي ابهرني انا على المستوى الشخصي. النقطة التانية ودي خاصة بتضييع الوقت، وابهرني في الطريقة اللي هو شرحها بيها. تيري هنري بيقول لك الفريق الخصم ما بيستفادش اي حاجة لما حارس المرمى او المدافع بيضيع وقت وتروح انت تديله انذار. انا كخصم ما استفدتش حاجه. فقال لك في حاله تضييع الوقت الحكم يوقف اللعب ويحتسب فاور ضربه حره مباشره من على مسافه 25 يارده على الفريق اللي اللاعب بتاعه بيضيع وقت. ضربه حره مباشره من على مسافه 25 يارده، وبقى تعالى قابلني لو حد ضيع وقت بعد كده. النقطه الثالثه، قال لك الحكم لازم يتعمل له زي المدربين مؤتمر صحفي بعد المباراة، يشرح بشكل تفصيلي كل القرارات اللي أخدها في المباراة، من تسللات لركلات ترجيح. لازم يكون في مؤتمر صحفي للحكم بعد المباراة، ودي هتنهي أي لغط بشكل كبير بعد المباريات. تخيل الراجل دماغه موديه فين؟ فكره